هتشوفوا يعني هاقول لكم إيه بس، هتشوفوا أبو تريكة جديد، هتشوفوا عبد الله السعيد، هتشوفوا هو أي نعم تونسي، بس يعني ده مش يغني إن أنا أشكّر فيه إن هو فعلًا لاعب جميل جدًا، وهيفيد منتخب تونس جدًا، 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 وكان هيفيد النادي الأهلي لو كان كمّل في الأهلي. طبعًا أنا باتكلّم بمنتهى المصداقية، ما ليش دعوة طبعًا ولا أنا مستفاد من كريستو حاجة، ولا أنا مستفاد من النادي الأهلي حاجة، أنا مستفاد إن أنا أفهّم الجمهور، والجمهور يشاركني صفحتي لكي يوصلهم كل جديد، ودوقوا الجرس، دوّة الطلب بتاعي ليكم أنتم بس. هو صاحب الرقم القياسي طبعًا، معروف إن النادي الأهلي هو صاحب متردد حاليًا على الساحة. طبعًا يا جماعة أعتذر منكم لحظات ونكون مع بعضينا. طبعًا اسم اللاعب البوركيني، طبعًا هو لعيب بيلعب حاليًا في روسيا، لحظات وأقول لكم عليه. اللعيب ده كان طلبه بالاسم ال المدرب الفني للنادي الأهلي، المدير الفني للنادي الأهلي. طبعًا هو مش هو مش أحمد نبيل عوف ولا وسام أبو علي، بس طبعًا هو مقتنع حاليًا بأحمد نبيل عوفة، وطبعًا ما فيش حد ما يقدرش يقتنع باللاعب دوّة. اللاعب دوّة لسه شاب صغير في السن، مجتهد، وبيجتهد إن هو يوصل يكون من أفضل اللاعيبة في مصر. نادي الزمالك ولا اتكلم حد عنده في أي حاجة. طبعًا نتكلم دلوقتي مفاوضات جديدة لضم مهاجم أجنبي بالماركيتو الصيفي. القندوسي يرحل بفكرة الرحيل على سبيل الإعارة سيراميكا الموجهة الأقرب للاعبي الجزائر للأحمر، ويحسم صفقة اللاعب الأجنبي قبل انطلاق معسكر النمسا. طبعًا الكلام دوّة يا جماعة مش جايبه من وحي خيالي، أنا جايبه عشان أقوله لكم، جايبه إن في ناس كتيرة يعني بُصّوا ما بتدوّرش، بتحب تتفرّج على المباراة، تحب تتفرّج على اليوتيوب زي ما إحنا قاعدين كده مع بعضينا. طبعًا أتمنى منكم جميعًا نتابع القناة، ندوس زر الجرس. طبعًا بيقول لك أوشك أزمة المهاجم الأجنبي التي اشتكى منها الجهاز الفني للنادي الأهلي كثيرًا. الفترة الماضية طبعًا من الانتهاء، حيث اقترب مسؤول القلعة الحمراء من حسم هذا الملف بعد المرور الآتي. القندوسي في الرحيل عن الأهلي حاليًا. القندوسي يتراجع ويوافق على الرحيل. طبعًا اللاعب الجزائري لاعب ممتاز جدًا، كفاية جدًا، جدًا يعني إن هو أول ما دخّل هدف يا جماعة في النادي الأهلي. اللاعب دوّة عمل حاجة كويسة جدًا، أثبت إن هو فعلًا زي ابن النادي بالضبط، أو هو ابن النادي فعلي يعني. يعني اللاعب دوّة لو جينا اتكلمنا عنه مش هنوفيه حقه، فعلًا إحنا مش هنوفيه حقه. القندوسي لعيب محترم جدًا، لعيب خط وسط ممتاز، ما استفادش بيه مارسيل، وطبعًا كان نفسنا مارسيل كولر يستفيد بيه، أمّا هو طبعًا فكر جهاز فني أكيد، والجهاز الفني ليه نظرة للاعب. الجزائري أحمد القندوسي لاعب الأهلي تراجع عن موافقته المتشددة بشأن رفض الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقال الصيفي، وأبدى اللاعب مرورا خلال الساعات الماضية بشأن إكمال الرحيل على سبيل الإعارة.